السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. هنعمل ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل القلقاس. والقلقاس كده له طريقتين، واحنا النهاردة هنعمل الطريقة الأصلية اللي هي بالسلق والكزبرة، في كمان طريقة اللي هي بالكزبرة بس احنا هنعمل النهاردة كده ان شاء الله الطريقة الأصلية. وخلينا نقول على بركة الله. عندي مية بتغلي اهي على النار علشان اسلق اللحمه. اول حاجه طبعا هنعملها نسلق اللحمه. عندي هنا 4 فصوص حبهان، وعندي بصلايه هنزل بيهم كده في ميه الشوربه واسيبهم لمده 5 دقايق من غير فلفل اسمر علشان ما يغمقش معاكي الشوربه. ما تحطيش الفلفل الاسمر في بدايه الشوربه لاي شرب علشان ما تغمقش معاكي الشوربه. بعد ما سبتها كده لمده 5 دقايق تغلي بالبصله بالحبهان، طبعا عندي اللحمه بتاعتي اهي. ننزل بقى باللحمه بتاعتنا كده في الميه اللي بتغلي علشان نسلقها، وبعدين نبدا بقى نحضر حاجه القلقاس طبعا علشان نكسب وقت. اكتر حاجه تاخد منك سوا هي اللحمه، فابدأي بيها هي الاول. عندي هنا واحدة سلق. انا ما بحبش السلق المتحمر للقلقاس، بيغمق القلقاس قوي. هنا عندي حزمة هحطها على 3/4 كيلو. كل اللي انا هعمله حطيت عليها كده حوالي كوباية مية وهولع عليها النار لمدة 3 دقايق. اللحمة كده بقالها نص ساعة على النار. طبعا طلعت الريم اللي فيها خلاص. طالما طلعت الريم اللي فيها خلاص حطي الفلفل الاسمر. وبرده كده الشوربة مش هتبقى غامقة معاكي. انا هحط كده برده حوالي ربع معلقة عليها واقلبها واسيبها تكمل. عندي 3/4 كيلو من القلقاس، غسلته كويس قوي. طبعا قشرته وغسلته كويس قوي بميه تستحملها ايديكي، مش ميه سخنه جامد قوي يعني تكون الميه بتغلي، لا الميه بتكون متوسطه، مش ميه سخنه بتغلي، علشان طبعا ايديكي اول حاجه، وكمان علشان القلقاس نفسه ما يسودش منك. وهنا كده زي ما انا قلت عندي اهو شويه السلق اللي هي حزمه واحده، حطيتها كده يا دوبك 3 دقايق على النار يا دوبك كده بس بدأت تدبل، وخدت عليها ربع كوبايه ميه من السليق. كمان اللي جنبها دي حزمه كزبره مغسوله، متنقيه ومغسوله كويس قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا السلق هنضربه في الخلاط بشويه الميه اللي فيه، والكزبره هناخدها نضربها جامد قوي من غير توم في الكبه. ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا حطيت القلقاس بتاعي على النار. دي مش شوربه، دي ميه، ده حوالي كده كوبايه ونص ميه. هعمل ايه علشان اللي انا هعمله ده؟ علشان حاجتين: ان انا يعني ااكد على عمليه السوى، بيبقى مستوي حلو قوي لما بعمل كده، ده طبعا في بدايه الشتاء. وحاجه كمان، لو بات معاكي بيحافظ على لون الخضره ويبقى خفيف، ما يبقاش طبعا النشويات كلها بايته فيه لتاني يوم مهما بتغسلي فيه تحت الميه السخنه. لازم كده برضو بيبقى فيه شوية نشويات بيطلعوا فين في الشوربة بتبان معاكي تاني يوم. اللي انا هعمله دلوقتي ده هيخلي القلقاس خفيف معايا محافظ على لونه لحد تاني يوم. طبعا لو بات منه اكل، قلنا هنا حطينا كوباية ونص مية، والقلقاس كوباية ونص مية باردين عادي من الحنفية. وهنزل بنص ليمونة عليهم واسيبهم كده حوالي زي 5 دقايق 7 دقايق كده يغلوا مع بعض. هغطيه كمان يغلي، وبعد كده هصفيه، وبعد كده هبقى انقله للشوربه. مر عليها كده حوالي 4 دقايق. بصي بقى ادي، بصي الميه اهي فيها النشويات بتاعتها ازاي. طيب هسيبها كمان تكمل ال7 دقايق علشان اضمن ان هو بقى ايه كده ما يبقاش فيه حاجه خالص. هنا كده بعد ما عملت القلقاس لمده 7 دقايق زي ما قلت كده في شويه ميه وليمونه، ودي كده كمان بتخلي لونه ابيض قوي. هنا انا ضربت السلق في الخلاط، وهنا فرمت الكزبره في الكبه نعمتها جامد من غير توم زي ما قلنا. نروح بقى للبوتاجاز. حطيت بقى معيار الشوربه بتاعي حوالي كده مجين كبار. انا بحب الشوربه بتاعته تبقى معقوله، وزي ما هو القلقاس اهو ما شطفتهوش ولا حاجه، انا بس صفيته كده من الميه اللي كانت عليه. هنزل بيه في الشوربه. طبعا حطيت اللحمه بتاعتي وهنزل بقى فيه في الشوربه كده. مش هياخد وقت في السوا كده، هياخد له كده ان شاء الله يعني حوالي كده 10 دقايق على النار، نار متوسطه. نغطيه. بدأ يغلي. هنزل طبعا بنص معلقه ملح عشان احنا ما ملحناش كمان اللحمه، واسيبه بقى يكمل سواه. بحط الملح على طول بعد 3 دقايق كده علشان طبعا يبدأ يشرب ملحه كويس قوي.
خلاص كده بدأ يخش القلقاس في السوا، بس انا نقلته على العين الصغيرة ووطيت بقى عليه علشان الكزبرة طبعا بتاخد وقت في التحمير. حطيت هنا معلقتين سمنة كده كويسين. بسم الله. لو هتستخدمي زبدة حطي معاها زيت علشان ما تتحرقش منك الكزبرة، ما طبعا بتاخد اللون بتاعها مع الزبدة بسرعة قوي. هوطي بقى عليها النار كده وبراحتها علشان هي بتاخد وقت في التحمير. ما بحطش الثوم مع الكزبره لان الثوم طبعا بيحمر بسرعه، اول ما هينزل على النار هيحمر وهتبقى الكزبره مش مستويه. فبنحمر الكزبره شويه كده، يعني حوالي داخل على 4 دقايق على نار هاديه قوي. وبعد كده اخر حاجه اول ما هتنزلي من الثوم، يعني هيبقى مجرد دقيقه هيمر عليه هتبصي تلاقيه احمر معاكي. خلاص بدات تخشن كده حاجه بسيطه تحت المعلقه، كل ده وهي على نار هاديه. وهنا طبعا القلقاس كان استوى. هننزل القلقاس بتاعنا اهو كده كان استوى. هننزل طبعا بالسلق اهو. نزلت كده دلوقتي بالسلق، هسيبه كده لمده دقيقتين عبال ما احمر الثوم، ما بحبش السلق يغلي فيه جامد. خلاص انا قلبت اهو السلق في القلقاس. هدي بقى عليه النار خالص عبال ما الكزبره تحمر. وخلاص كمان الكزبره اهي هنزل بيها على الثومه. هنزل كده بالثومه دول حوالي كده 4 فصوص كبار. على بقى سخونيه الزيت هتحمر الثومه، مش هتاخد معاكي وقت. تمام كده التقليه بتاعتنا خلاص كده. ننزل بقى بسم الله كده. بسم الله بكل بقى اللي فيها حتى بالايدين بتاعها. انا ما بصفيهوش، في ناس بتحب تصفيه، لا انا ما بحبش اصفيه بصراحه، يديله طعم برده حلو كده. بسم الله. تمام قوي كده. خلاص اول ما حطيت التقليه اروح بقى مطفيه اقلبه كده لمده ثواني على النار بالتقليه وخلاص، واروح مطفيه النار. خلصناه. قد ايه الطريقه دي بتبقى حلوه قوي قوي لما تعمليه في شويه ميه كده ونص ليمونيه، وكمان بيبقى حلو قوي لما بيبات. حلوه قوي الطريقه. طبعا ما كانش يمشي الكلام الا جنبه برز شعريه. لو عجبتكم بقى القناه ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.